السلام عليكم يا أصدقائي، أهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة شرح قواعد اللغة الإنجليزية. أهلا بكم. النهاردة عندنا موضوع مهم جدا إن شاء الله، وهو ترتيب الصفات في الجملة. هو ترتيب الصفات في الجملة الإنجليزية. يعني إزاي أرتب أنا الصفات في الجملة الإنجليزية؟ إزاي يعني؟ مش فاهم حضرتك يا مستر. تعال أفهمك إزاي. يعني مثلا لو أنا قلت عندي، عايز أقول مثلا عندي سيارة حمراء كبيرة، مثلا قلت كده a red مثلا big car. تمام، سيارة حمراء كبيرة. كده الترتيب بتاعنا خطأ يا شباب. تمام، المفروض ان انا اقول ايه؟ a big red car. تمام، a big red car. طيب ازاي؟ تعال نشوف مين بيجي في الاول مين بيجي في التاني. اصل الصفات مش بتترتب كده عشوائي وخلاص، لا، في حاجة بتيجي في البداية، ثم في حاجة بتيجي بعديها، ثم. طيب تعال نشوف الترتيب بتاعنا صحيح ازاي. بص يا سيدي معايا. اول حاجه، انا لو عندي مثلا راي في الجمله، يبقى هو بيجي الاول. ادي عندي نمشي كده، الراي ده رقم واحد. تمام. طيب لو في مثلا جه مثلا حجم، مثلا حجم مثلا لسياره، لشيء معين، كبير صغير كده، واخد بالك؟ العمر. تمام. ثم مثلا عندي الشكل. دي كلها تعتبر ترتيب صفات في الجمله. تعال نشوف مع بعض ونكمل. طيب بعد كده بيجي عندي اللون. بعد اللون عندك الأصل، وهقول لك كل واحدة تيجي ازاي. ثم عندي المادة اللي هي مادة الصنع مثلا، تمام، إذا كانت خشب أو معدن. ثم عندي بعد كده الإيه؟ الغرض من الشيء. يعني مثلا لو أنا عندي مثلا عايز أقول، بص معايا في الجملة دي كده: This is a beautiful big. خلي بالك كده معايا في الترتيب، الجملة كاملة هتشمل كلهم مع بعض. old مثلا، old دي حرف L. راوند مثلا. نكمل الناحية التانية هنا مثلا ريد. ايه الجملة الطويلة الرخمة دي؟ تعال نشوف. Italian عندي wooden دنج مثلا اهو table. بص دي جملة شملت الكل. طب تعال نترجمها عشان خاطر احنا كده تهنا مع بعض. بص يا سيدي، بتقول ايه؟ نثبت بس الورق عشان الهوا. بص الترجمة بتاعتها بتقول لك ايه؟ طاولة، او هذه الطاولة. تمام. بص معايا، هذه الطاولة الجميلة تكون ايه مثلا؟ بص معايا كده: طاولة طعام إيطالية قديمة. مالها؟ كبيرة ومستديرة، حمراء. ايه ده الكلام ده؟ جميلة، الله، ومصنوعة من الخشب. طيب بالراحة كده عشان الدنيا تاهت مني. أنا بقول this is a beautiful big old round red Italian wooden dining table. تمام. يعني أنا دلوقتي جبت لك كل الجملة، جبت لك تجمع فيها كل ترتيب إيه؟ ترتيب الصفات اللي عندي، واخد بالك؟ This is beautiful، الرأي بتاعها جميلة. big كبيرة الحجم. old قديمة جدا. round شكلها مدور. red لونها أحمر. Italian أصلها عندي Italian wood مصنوع من الخشب. و dining table عندي الاسم بتاعها اللي هي إيه؟ الترابيزة. طب هو عامة عمر ما في جملة هتيجي طبعا تجمع كل إيه؟ ترتيب الصفات، ولكن أنا جبت لك كده حاجة إيه؟ عشان خاطر تجمع لك الكل. يعني مثلا لو أنا قلت لك جملة تاني، نعمل كده أهو. رحت قلت لك إيه؟ she bought. هي اشترت مثلا، عايز اقول انا شنطة جميلة صغيرة. تمام. هروح اقول كده a nice small a bag. بص كده انا عندي كان في الاول ايه؟ الرأي بتاعي ثم الحجم بتاعها. هو مثلا جملة جت فيها عندي هنا صفتين.
مين بيجي الأول؟ طبعا هنا جت عندي مين؟ إيه؟ الرأي بتاعي ثم الحجم. يبقى الرأي عندي رقم واحد ثم الحجم. طب لو كان حجم وعمر يبقى حجم الأول ثم عمر. طب عمر وشكل يبقى عمر ثم الشكل. طب حجم ولون يبقى الحجم الأول ثم اللون. طب مثلا رأي وغرض يبقى الرأي ثم الغرض. تمام. ده الترتيب الصحيح لينا. يبقى احنا كده بنمشي مع بعض إيه؟ واحدة واحدة. يبقى زي ما قلت لك كده، الرأي في الأول ثم الحجم ثم العمر ثم الغرض. طبعا هو زي ما قلت لك عمره ما هيجمع الصفات دي كلها مرة واحدة مع بعضيها، ولكن ممكن يجمع اتنين مع بعض. بس أنا أعرف مين بيجي الأول ثم مين بيجي التاني. يبقى أنا عندي كده الرأي ده الرأي رقم واحد. تمام. الحجم اتنين، تلاتة العمر، أربعة الشكل، خمسة اللون، ستة الأصل، وعندي سبعة المادة الخام، وتمانية الغرض بتاعها. يتحفظوا كده بالترتيب، ربما يقول إيه في جملة أعرف مين بيجي الأول مين بيجي إيه بعدين. مثلا لو أنا قلت لك مثال تاني، قلت لك كده مثلا هي مثلا leaves، هو بيعيش مثلا in، في مثلا عايز اقول مثلا ايه، بيت مثلا حديث واسع مثلا اهو. a modern مثلا modern large house اهو. تمام. شوف انا ايه modern large عندك. شوف انا جبت ادي عندك ايه الاول الرأي بتاعي انه حديث، ثم ايه الحجم بتاعه انه واسع. تمام. طيب ده عندي ترتيب الصفات الشباب. يعني يا ريت تكتبوا لنا كده في التعليقات مثلا من عندكم اربع صفات اكتر مرتبه ترتيب صحيح، وانا هراجعها بنفسي معاكم ان شاء الله. اتمنى ان انتم تكونوا استمتعتوا بالحصه بتاعتنا النهارده، وما تنسوش السبسكرايب الجميل بتاعكم واللايك والشير. واسف بس عشان الصوت يعني بعافيه شويه. ألقاكم على خير مع قناة توجزر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.